في سؤال بيتكرر كتير بعد الطلاق: مين ليه الحق في حضانة الأطفال؟ هل الأم ولا الأب ولا الجدة؟ وهل ممكن الأب ياخد الحضانة؟ تعالوا نجاوب على كله بشكل بسيط وواضح. طبقا للقانون المصري الحضانة بتكون في الأساس للأم، وده لحد ما الطفل يوصل ل15 سنة. بعد كده الولد أو البنت بيختاروا بنفسهم يكملوا مع مين. والترتيب القانوني للحاضنين كالتالي: رقم 1 الأم، ورقم 2 الجدة الأم اللي هي أم الأم، ورقم 3 الجدة الأب اللي هي أم الأب، ورقم 4 الأب. وده طبعا في حالة إن كل واحد فيهم تتوافر فيه شروط الحضانة. لكن لو الأم اتجوزت بعد كده القانون بيدي الحق للي بعدها بالترتيب، وده عشان مصلحة الطفل أهم من أي حاجة. طيب هل ممكن الأب ياخد الحضانة؟ لو سقطت الحضانة عن اللي قبله في الترتيب هيقدر ياخد الحضانة. حابب تعرف امتى الحضانة بتسقط؟ اكتب لي في الكومنتات وهعمل حلقة كاملة عن سقوط الحضانة. ولو عجبك الشرح ما تنساش تتابعني عشان توصلك كل الحلقات القانونية بشكل بسيط وواضح. شكرا والسلام عليكم.